مارك. خلاص؟ لو طلع اكتر من كده يبقى ايه يا ولاد؟ نيجي نشوف بنعملها ازاي. ده الرايت سايد. ده الايه؟ الرايت سايد. بص يا ولاد، انا بعد ما باجي عند الايدج بتاعت الليفر اللي بحسها خلاص تحت ايدي، ببتدي ان انا اعمل ميجرمنت واقيس. اعمل ايه؟ اقيس. بقيس ازاي بقى؟ بجيب هنا اهو مثلا دي اللي هو الرايت سايد. ماشي؟ الكتف بتاعي اهو. انا السين ان انا حسيت الايدج بتاعت الليفر هنا في المنطقه دي. خلاص؟ اجيب اللي هو من عند اللي هو الميد كلابيكال لاين كده واعمل الميدل لاين. خلاص؟ يعني هقيس من الميد لاين من عند الميد ايه كلابيكال لاين كده والكونتر لاين. ماشي؟ طلع مثلا اكتر من ايه؟ من 2 سم يبقى ده ايه؟ يبقى ده ملي. اوكي بص كده ده الرايت سايد. تعالى تشوفني هنا بس ده ايه بيجي خالص. ماشي؟ في طريقتين كده هقولهم لكم. دي ايه؟ دي ايه؟ دي الرايت. خلاص كده. ودي طبعا ايه؟ حاجه خبطت في ايدي. حاجه خبطت في ايه؟ في ايدي في المنطقه دي كده. مثلا نعتبر مش هي دي اللي الكسر المنطق، نعتبر ان في حاجه خبطت في ايدي هنا. خلاص اهي دي ايدج اهي. ماشي؟ اكيد بعدها هقيس بقى الايدج دي موجوده مثلا فين اللي هو الرايت كسر مارجن هنا. ابتدي اقيس كام سنتي؟ كام ايه؟ كام سنتي؟ خلاص؟ طلعت اكتر من 2 سم يبقى ايه؟ يبقى توميتك. ماشي؟ اهو. ممكن ايديا الاثنين يبقوا فوق بعض. عشان يبقى ايه يا ولاد؟ يبقى دي بايه؟ بريشر. ايد عامله ايد بتعمل بريشر وايد ثانيه عاملها ايه؟ بريشر فوقيها. خلاص؟ وابتدي لغايه ما اوصل للايه؟ للايد. اشوف الايد ديت موجوده تحت الرايت كوستال مارجن بايه؟ بقد ايه؟ ماشي؟ نفس الستايل في الاذر ايه؟ سايد اهو. دكتور معلش انا افتكر ان الاتش دي هي ما هي في الايدج تحت الليفر اللي ايدي هتخبط فيها، وفي الايدج تحت الرايت كوستال مارجن. انا هشوف الليفر موجود تحت الرايت كوستال مارجن بقد ايه؟ فاهم؟ معايا؟ وانا هحس هو قصده عايز يعرف وانا هحس ايه بتاع دي فرق حاجه ملساء كده الايدج تحت الكوستال مارجن. تحت الريست بون. الحته عندك هنا هتلاقي فيه بون. خلاص؟ غير ما تلاقي بتاع ده اورجن بقى اورجن. ماشي؟ تحت الاورجن صعب ان انا احسها لو كان ماشي يعني لو حضرتك كل الاحتمالات دي لو كان البيبي مثلا اوبيز الحاجات دي هتبقى صعبه جدا. لا الشغل اللي عندها بس بيبقى قليل خالص. هتشوف انت في المستشفى بيبقى قليل قوي. خلاص؟ حتى الاطفال الصغيرين ما بنقدر نشوفها لهم يعني. ايوه حاجه ايه؟ اقول لك على حاجه. كل واحد كل حاجه بترجع عن الطبيعه عن الظروف بتحسها. يعني دلوقتي لو في واحد قتل مثل لو في حد ينسى نود احنا بنحس اللي في الحاجه الصغيره مش هنحس الحاجه اللي هي ابنورمال. فاهمني؟ لو واحد عنده قتل لو يعني بعد السنه عليك لو في اي حاجه بتطلع عليها صغيره دلوقتي بتحسها. لان حاجه ابنورمال فلازم انك ايه انك تحسها. ماشي؟ اهو زي ما احنا قلنا. تعالي اهو ده انا كده ايه صور. بس طبعا الدول ده انا مش ايه لغايه ما توصلي للايه للايدج بتاعت الليفر خبطت في ايدي اهي. خلاص ابتدي ان انا اقيس ايه من الرايت ايه كوستال مارجن. خلاص اشوفها كام سنتي بالظبط من 1 ل 2 نورمال. دكتور افضل منها تعملي كده اللي دي الرايت كوستال مارجن. لا ده اسمه ميد كلابيكال لاين احنا قلناه فاكراه؟ أيوة. خلاص انا بقيس من عند الرايت كوستال مارجن يعني ده الرايت كوستال مارجن اهو. خلاص مش باسمي هنا او باسمي هنا بقيت عند الميد كلابيكال لاين. انت فاهماني؟ بحط النزل الجتات بتاعي يعني مثلا ايه في ان انا اللي هو بتاع ده الايدج كلها هنا كده. خلاص انا اقيس من هنا للايدج دي ولا اقيس من هنا للايدج دي. خلاص بقيت عند الايه عند الميد كلابيكال لاين. فاهماني؟ انا اقيس من فوق لحد ما اقيس لا بقيس من فوق. بقيس من هنا. انا قصدي يعني لما اجي اقيس من الايدج تحت الكوستال مارجن اللي هو الايدج تحت الليفر اقيس عند السنتر ده عند الميد كلابيكال لاين. وما اقيس من ناحيه لانها تبقى شورت صح؟ وما اقيس من ناحيه لانها تبقى ايه؟ لونج. تبقى لونج. انت معايا؟ نفس الصيف في الاذر ايه في الاذر سايد.
الاثنين يبقى كام؟ معايا في الحديث. الاثنين الليفر والسبلين زي بعض؟ الليفر والسبلين الاثنين زي بعض، بس ايه اللي هو الاسبلين 1 سم، اكتر من 1 سم يبقى ايه اسبلين ومرتين. هبص لكن كده الليفر من 1 ل2 اهو لغايه ما ايه الايد تخبط في ايه في ايه اهو ميد كلاسيكال لاين، وابتدي ان انا ايه اروح قايسه واشوف كام سنتي بالظبط. ماشي. طريقه ثانيه، لو الطفل بتاعي سن يا سنه ثالثه رفيع خلاص، بعمل الهاند بتاعتي تبقى سبورش للايه للبيت خلاص، ودي طبعا ايه دي التريشن لغايه ما ايه اوصل للايه للايد تحت الايه تحت الليفر. طب دكتور من غير ما اعمل سيركلر موشن ممكن اعمل كده؟ يعني احنا كنا بنعمل كده وبنحسها، ده غلط؟ لا صح، بس اهم حاجه تحسي، بس احنا يعني هو التكنيك كده صح، انك ايه بتعملي كده وترفعي ايدك، بتعملي كده وترفعي ايدك لغايه ما تقابلي الايه الايد. ما انا بدوس ايدي، خلي بالك يعني ايدي بتمشي اهو، بص كده اهو كده وترفعي، ما لقيتش حاجه هنا مش عارفه، فاهمه؟ زيها زي اللي انت بتقولي عليها الثانيه، يعني ده تكنيك وده تكنيك تاني خلاص، بس انا لقيت ده الاصح يعني. الطريقه الثانيه انا بحط الهاند تحت كده برضه للباك وابتدي ايه بالايد تحت الايه، بس برضه ما بقى ايه ما بشدش ايدي عشان ايه ايدي تخبط في ايه، ودايما باخد من اللور للابر عشان ان انا ما اعملش ميز للايد بتاعت الايه بتاعت الليفر. ماشي. بس هي دي الايه، بس انا عشان عايزه اقيس اكتر من الايد لحد من اللاين، عايزه اقيس من تحت لفوق. لا انت ما بتقيسيش لحد فوق، لا عايزه اقيس من عند الايد لحد الليفر. ما انا بقيت من الايد بتاعت اللي هو الرايت كورتال مارجن اللي هو الاند تحت الليفر اللي انا حاساها بالايه، اول حاجه انا حاساها بالهاند بتاعتي، ده اللي انا بقيسه واشوفه كام سم، بقيسه بالميجرنج فين بالايه بالميجرنج فين، او بحط كذا فينجر كذا فينجر 1 سم. ماشي خلاص انا ثالثه معايا عبد الحميد اللي ورا شايفين تتعرف. نعم. يعني انا دلوقتي بقيس اللي هي الكوستال مارجن، المسافه ما بين اللي هي احنا بنقول النورمال 1 سم اندر الرايت كوستال مارجن، صح؟ ايوه انا بقيس من اول ما حسيت ولا من اول هنا؟ ده انت حسيتي فين؟ هنا فين انك حسيتي هنا صح؟ ودي الايه؟ دي الرايت ايه كوستال مارجن، بس من هنا لهنا فاهماني؟ ما هي المفروض تبقى 1 سم، لو طلعت مثلا اكتر من ايه من 3 سم يبقى الطفل ده عنده بدء ايه هبات المجال. ماشي. سنه ثالثه ده اسمه ايه؟ الديب ايه بالبيشن، الديب ايه بالبيشن اللي محسوب ورا يبيسوه. بعد كده عن طريق الهاند بتاعتي سنه ثالثه، عن طريق الهاند بتاعتي، ودي طبعا اشوف اللي هو الايه اللي هو الكدني الكدني بقى اعمل لها ايه تراجل كده بالايديا الاثنين واشوفها بره، ما هو اهو هنا اهي في الباك في الجنب وفي الباك، واجي من ورا كده واروح عامله لها ايه تاجنج كده بايديا عشان اشوف لو في مثلا بين او حاجه موجوده في ايه في منطقه البين. ما انا بعمل تراجنج لها من الجنب ومن الايه من الباك بايديا الاثنين، فاهم؟ نعم. كلمة تحت ازاي يعني؟ ما ايدي بتعمل سبورت وايد بتحس يعني انا عامله لها تاجنج من هنا كده من الجنب كده ومن ورا خلاص، واحسها بقى ايه موجوده كده، واحس السايز بتاعها، واشوف طبعا اعمل تاجنج كده لو في بين ولا ايه ولا حاجه، يبقى الطفل ده تقدر مثلا او حاجه، يبقى الطفل ده ايه في عنده مشكله في الايه في الايه في السايز ده. ماشي. يعني انا بحط ايدي في الباك وايدي كده خلاص، واحس بايه ايد عامله، يعني اذا بتقولي انت عامله ايد سبورت وايد الثانيه بتعمل ايه بتعمل بالبيشن. طب ممكن اللي قدامي يرجعوا تعالي يا مستعد اللي ما فاهمين مسافه، احنا قلنا دي بالبيشن خلاص يعني خلاص اهو كده الاثنين فوق بعض، واروح ايه معايا لا ده عشان الليفر، واشوفه طبعا ايه تحت الرايت كوستال مارجن بقد ايه، واروح عايزه نسبة ايه طبعا ايه زي ما احنا قلنا دي بالبيشن من 1.5 لايه لغايه ما اشوف الايد تحت اللي خبطت
نعم اهي، واشوفها قد ايه. ماشي، ده اللي هو الايه، وعلى الاسم ده نعم بالميجرنج تيب او بالفينجر. لو هو 2 فينجر يبقى 2 سم، لو هو 3 فينجر يبقى 3 سم. خلاص، او بقيس بالميجرنج تيب، بحط علامه بالقلم. خلاص، بيبقى فيه طبعا الناس اللي هم كده معاهم قلم اللي هو بيبقى اتعمل عند السكين ده، وتبتدي طبعا ايه تعلمي عند الايد. خلاص، كنت اصلا عندك الايد بتاعت الراس كوستال مارجن، وعندي ميد كليبيكال لاين، واقيس اشوف كام سم بالظبط. ماشي. مين المسافه؟ خلاص يا رب. ده كده ايه لو هعمل تربيطه للايه للسكرين. ماشي. ده ايه ايدي بتمشي، وفي نفس الوقت ايه بتعمل فاست، وفي نفس الوقت ايه سيركل موشن، وفي نفس الوقت عشان تعمل ايه ما اعملش بيز الايه للايه. خلاص، واللي هو الايه بعمل اسسمنت للايه للدينر، واعمل لها ايه تابنج من ورا. ماشي. في حاجه يقول لك تجيب بالبيشن؟ لا هو ده يجيب من هنا اكيد. ماشي، سنه ثالثه. عايزاكوا بقى حد كده يعمل اللي هو طبعا الانفكشن الانفكشن بتاع ده البالبيشن بالفقط سهله. انا عايزاكوا تعملوا اللي هو الايه البالبيشن. تعالي نفسي لو سمحتي. في الطريقه الثانيه اللي احنا قلنا احنا بنحط ايه الهاند سبورت للايه للبيت، والهاند الثانيه بتعمل ايه بتعمل ايه بالبالبيشن لغايه ما توصلي برضه للايدج تحت الايه بتاعت الليفر او تحت الانجليز. يلا تعالي نفتح وريني بس وضع الهاند بتاعتك، وريني بتعمليه ازاي. ايديك الاثنين فوق بعض زي ما انا كنت عامله بس كده، نفس الاتجاه، مثل ممكن الفخذ والسعال عشان تاخد بس براحتها شويه. من اللور بتبدا كده خلاص لغايه ما توصل للايه للايد. ما اشوف الايد بتاع الليفر وبعدين اشوف الايد بتاع الطريقه الثانيه بعمل سبورت بهاند